بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنكلمك عن حاجه مهمه قوي واسئله اتسالت لنا على طول، هي ازاي تعرف ان الحمامه عايزه تبيض. يعني انت دلوقتي عايز تعرف الحمامه هتبيض امتى. بص، في شويه علامات كده بتبين لك الحمامه هتبيض امتى. منها اول حاجه لما الذكر يجري وراها ويبدا ينقر فيها. يعني الذكر اللي قدامنا اللي هو الازرق الغامق ده، والنتايه بتاعته اللي هي النتايه الرومانيه الطويله دي. اول ما تحس ان الذكر بيجري ورا النتايه وبيحاول ان هو ينقرها في راسها ويجري وراها ويدخلها العش بتاعها. يعني هو بص عمال يجري وراها اهو الذكر ده، وادي نتايته اهي. اول ما تحس ان الذكر والنتايه بيلموا في العش والذكر يبدا يخش في العش بتاعه او العش بتاعه وهو بيبدا يجري ورا النتايه ويوجهها على العش بتاعها، يبقى هو كده ان شاء الله بنسبه كبيره ان شاء الله كده على وشك ان هم يبيضوا. الذكر هو اللي بيجهز العش وهو اللي بيحضره. بص حضراتكم اهو، دخل العش، دخل لها العش اهو، بيخش العش ويبدا يخن لها جوه، وهي واقفه بره على باب العش. اول ما يلموا قش، هو لامم قش اهو، اول ما تلاقي الذكر لامم قش وبيبدا جوه يخش جوه في العش بتاعه او في المكان اللي هو عايزها تبيض فيه، هو كده بيجهز لها البيت. زينا احنا بالظبط في الانسان. الانسان اول ما بيبقى عايز يتجوز بيبدا يجهز شقته وبياخد مراته في البيت بتاعها. فهو دلوقتي الذكر اهو دخل في العش بتاعه جوه اهو، وبيبدا يخن للنتايه ويبدا يوجهها ان هو ده المكان اللي انت هتبيضي فيه، هو ده مكانك وهو ده عش الزوجيه بتاعنا. دي من العلامات، واحده من العلامات اللي بتبين لك ان الذكر خلاص عايز يبدا يوريها البيت ويوريها العش بتاعه. اهو الذكر اهو، الذكر ده اهو اللي هو الكبير الكينج ده، وديت نتايه رومانيه انا مجوزهم لبعض بسم الله ما شاء الله. بيجيبوا عندي احجام كويسه قوي. بتبدا عمليه التكاثر بان هو بيبدا يكسر على النتايه، وبعد كده النتايه بتحط بيضه واحده، وبعدها بتفوت يوم وبتحط البيضه الثانيه وبتبدا ترقد على البيض. ديت من العلامات اللي بتخليك بتعرفك ان الذكر خلاص على وشك ان هو ان شاء الله يبدا يبقى اب جديد. دي من العلامات اللي بتدل لك كده. في علامه تانية برضو، اول ما بتلاقي النتايه منزله ديلها وواقفه على العش زي النتايه دي كده مثلا اهي. النتايه ديت اهي واقفه على العش ومنزله ديلها ديت، اعرف برضو ان هي ان شاء الله هتبيض. بتبقى الكسره ديلها كسره كده ونفشه نفسها سنه وواقفه على العش برضو، دي خلاص ان شاء الله على وشك ان هي تبيض. دي يعني حاجه بسيطه خالص من الحمام بتعرفك ان الذكر والنتايه على وشك ان هم ان شاء الله يبيضوا يعني. برضو من العلامات اللي انت ممكن تعرفك، بس دي عايزه حد يعني ممارس شويه، بتعرفك ان النتايه هتبيض، ان انت تقلب النتايه وتحط ايدك صبعك عند فتحه المخرج بتاعتها. اول ما بتحط ايدك عند فتحه المخرج برضو بتحس بالبيضه تحت صبعك، يعني دي بتبقى خلاص على وشك انها تبيض. اول انت بتحط صبعك على المخرج، فتحه المخرج بتاعت الحمامه، بنسبه كبيره بتبان معاك الحمامه ان هي على وشك انها تبيض. يعني حط كده تلاقي البيضه تحت صبعك، خلاص هي كده ان شاء الله قدامها يوم او 2 بالكتير وتبدا تبيض. لو عجبكم الفيديو ادعوا لاخوكم طاهر غاوي حمام، وربنا يرزق الجميع ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله.